كل سنة وانتوا طيبين. جايين النهاردة هنكمل بقية التفريزات بتاعتنا. النهاردة ان شاء الله هنفرز الطماطم مع بعض. شوية طماطم كده حاجة زي السكر، هينفعوكي في شهر رمضان. يلا الحقي هاتي شوية طماطم فرزيهم، هينفعوكي وهيوفرولك وقت. وكمان الطماطم سعرها مناسب جدا دلوقتي، حاجة كده تبارك الله. السلام عليكم محترم من اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لورندا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هنا كده جبنا شوية طماطم حلوين كده، غسلناهم غسلة كويسة ونقعتهم بصراحة في شوية خل ومية. وبعد كده هنبدأ بقى في تقطيع الطماطم. تقدري تقطعي الطماطم نصين زي ما انا عاملاها كده، وتقدري تشقيها شقة كده واحدة بس وخلاص. انا بشيل طبعا الجزء اللي فوق دوت، تجنبا يكون فيها اي حاجة يعني مش حلوة، فبنشيلها. وقطعتها كده الطماطمية نصين، وهنبدأ بقى نحطها كده في حلة ونحطها على النار. هنا في المرحلة دي انا مش هزود مية، بس لو عليت عليها النار هتتلسع مني. ففي الحالة دي انا هعمل ايه؟ هوطي النار لمدة اول 5 دقايق او 10 دقايق كده لغاية ما تنزل شوية مية بتاعتها. هنا انا حطيت حلتين اهو، هنا شوية وهنا شوية. بصوا المية اللي نازلة. المية دي طبعا هنتخلص منها بس مش دلوقتي. انا هنا كنت مهدية النار لغاية ما تنزل شوية مية، وبعد كده هبدأ اعلي عليها تاني. هنا بقى ابتديت عليت عليها النار فنزلت المية بتاعتها دي لازم نتخلص منها. بصوا حتى لونها اصفر، فهيخلي الطماطم معايا لونها مصفر وملهاش اي لازمة. احنا عايزين قلب الطماطم، القلب نفسه بتاع الطماطم، مش المية الصفرة اللي نازلة دي. فكل المية دي لازم هنتخلص منها. هنشيلها كلها كده على قد ما نقدر، نحاول نتخلص منها. بصوا لونها، بقول لكم بصوا لونها عامل ازاي. فهتخلي الطماطم لونها مش حلو. هنا اتخلصت من الطماطم كلها، بس الطماطم هنا لسه ما استوتش. في جزء منها استوى وبصوا، ولسه بقيتها ما استويش. فانا هعمل ايه برضو؟ انا رجعت بقى هديت عليها لاني ما فيهاش اي سوائل دلوقتي، ما فيهاش ميه، فممكن ايه تشيط مني او تتحرق او تلزق في قاع الحله. فههدي عليها وهسيبها لغايه ما تستوي زي ما انتم شايفين كده. هنا خلاص استوت، وابتديت حاطين الحلتين فضيتهم كلهم في حلة واحدة وسبتها لغاية ما بردت. وهبدأ بقى اضربها في الخلاط. لو عندك الهاند بلندر اضربيها عادي وهي سخنة، ما يجراش اي حاجة. انا هنا ما عنديش، فهنضربها كده في الخلاط. في ضرب الخلاط ما بتاخدش، يا دوبك هي ضربة واحدة كده على السريع يعني. بتوفر فعلا ان احنا ما نهلكش الخلاط قوي لما احنا بنكون حاطينها كده على النار. هنا خلاص ضربتها وبقت معايا زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى طبعا لازم نصفيها عشان نتخلص من اي قشر فيها، واي طبعا البذور بتاعتها دي هننزلها طبعا. وهنا الافضل ان انتي ما تصفيش بايديكي، يعني خلي كده معلقه او حاجه قلبي بيها كده زي ما انا كنت بعمل كده في المصفى لغايه ما اصفيها كلها. هنا صفيتها وشفتوا البذور كانت عامله ازاي. طبعا ما ينفعش ان احنا نخلي البذور دي او القشر ده. هنا بعد ما صفيتها خلاص الكميه كلها ومليت الحله كده، حطيناها على البوتاجاز. هنا ابتدت هنا تغلي معايا. هبدأ بقى احط ايه؟ معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح. دول مادة حافظة هتحفظ لي الطماطم. معلقتين سكر ومعلقتين ملح، مش اكتر ولا ايه ولا اقل. وهقلب بقى هقلبها كويس. هقلب الملح والسكر كويس كده في قلب الطماطم، وهسيبها بقى على نار هادية اهو. بصوا هقلبها كده بقى وهسيبها، غطيها بقى وهسيبها. هنا ابتدت بقى تغلي. هنا مش معليه النار في المرحله دي. في حاجه، في 3 حاجات. اول حاجه ان انت تهدي النار عشان ما تلزقش منك زي ما قلت لك. الحاجه التانية ان انت بتقلبيها عشان برضو ما تلزقش.
الحاجة التالتة ان انت لازم تغطيها، لان هي لما بتبدأ تغلي بتبهدل البوتاجاز بصراحة. فاحنا هنا بنقلبها من وقت للتاني من قاع الحلة كده، ونغطيها، وكمان نهدي عليها النار عشان ما تتلسعش مني. هما التلات حاجات دول مهمين جدا، لو عليتي النار هتتلسع منك وهتتحرق منك لانها تقيلة مش خفيفة. هنا بقى هنسيبها تغلي غلوة حلوة قوي، وهتلاقوها بصوا نقصت. يعني هي انا سبتها غلت بصراحة لما بقت ايه تقيلة، دي بقت صلصة مش عصير طماطم. هنا بقى سبتها بردت خالص، وبعد كده هبدأ بقى اعبيها في اكياس. دي اكياس تلاجة. ببدأ تعبي بقى على قد احتياجك انتي، على قد الطبخة بتاعتك. هي بصوا يعني دي صلصة تقيلة جدا، يعني كيس واحد صغير هيعمل ما شاء الله كمية حلوة من الخضار. هنا بقى ابدأ بعبيت كده الكيس زي ما انتوا شايفين، وبعد كده همسك بقى الكيس اخرج منه الهواء واربطه كويس. اخرج اهم حاجة اللي هو الهواء كويس جدا، وهربطه، وهبقى كده شلتها في الاكياس. انتهز الفرصة وهاتيلك شوية طماطم فرزيهم هينفعوك. بصوا كيس ما شاء الله حلو جدا، ولونها جميل جميل قوي، تبارك الله. انا بشيل الطرف دوت عشان يعني ما ياخدش حيز في الفريزر، بحيث اختصر يعني. هنا بقت بالشكل دوت. هنا بقى هعبيهم كلهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا كانت احلى طماطم فرزناها، شوية طماطم ينفعونا في رمضان، حاجة كده تبارك الله. الكيس يكفي طبخة محترمة يعني. حبايبي، وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.